بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي تعمل منيو يعتبر بسيط ممكن نطوره بعدين. دي بداية المنيو، تفتح بيجيب لك صورة الافاتار بتاعتك ويحطها هنا في جوه فريم، وهنا بتحط له بقى اسلحة وبيجيبها لك كلها جوه المنيو هنا، وتقدر تضيف اي سلاح. وبعد ما تضيفه مهما تضيفه تاني هيقول لك ان السلاح ان اللاعب مع نفس السلاح متقدرش تضيفه كذا مرة. ممكن ان شاء الله نطور شكله، او ممكن انت راح بتفهم في الاي تطوره على حسب مزاجك. خلينا نبدأ في اول حاجة، هنخش على ستارتر جي اي، وهنعمل في سكرين جوي جديدة نسميها انفنتوري. انا كنت كاتب بس الاكواد واعمل كل حاجة عشان ننجز في وقت الفيديو. هنخش على المين سكرين، انا اعمل لها فيزيبل فولس عشان تبقى مخفية، عشان اول ما نخش اللعبة تبقى مخفية عندنا. فخلينا نبدأ بأول حاجة، نشوف عندنا يو اي كورنر، مساحة. هتلاقي بيعمل لك كورنر هنا بس، وهنا يو اس روك بيعمل لك الخط الأحمر اللي حوالين الفريم. وخلينا نشوف الخصائص الفريم الأول. هننزل عليها هنلاقي إن أنا عامل أنكر بوينت نص عشان نخليها في نص الشاشة، النقطة دي كأنك ماسكها من هنا زي ما قلنا وبتحركها. وأعمل اللون عادي، والبوزيشن 0.6 من السكيل، عشان دايما تبقى جاية في 60 كده معناها 60% من ناحية الشاشة، من ناحية الإكس. ونص عشان في ناحية الواي، عشان تبقى معانا دايما في نص الشاشة. والحجم السكيل برضه نص، عشان تبقى تاخد دايما 50% من الشاشة. لو غيرنا مثلا الواي عندنا هي كبرت عندك. وبس ده اللي أنا عامله هنا. فك كده دلوقتي من السكريبت، نكمل بس في اليو اي الأول. وعامل سكرول فريم، خلينا بس نزرها، نعملها من باك جراوند ترانسميرتي، تخفي لو عايز عادي مش مهم. ايه بقى السكرول فريم دي؟ السكرول فريم دي لو حطينا جواها مثلا لازم تحط جواها يو اي جريد لي اوت، او اليو اي الليست لي اوت، هي دي. فنخليها في الجريد لي اوت، ونعمل مثلا زرار، وضفنا مثلا كتير. الشكل ده احنا بنتحكم بيه في الجريد لي اوت، هنشرحها دلوقتي بس خلينا بس في دي. لو ضفت مثلا منها كتير كده، هتلاقي ان الفريم سكرول فريم معناتها ان هو بص سكرول فريم يعني بيعمل لك سكرول على الفريم، بتقدر تنزل وتطلع بيه. هي دي فايدة السكرول فريم. خلينا نفهم بقى الجريد لي اوت. لو جينا نشوف الخصائص بتاعته، اول حاجة السيل بيدنج، تيجي نجرب نغير ونشوف. يعني عندنا 5 وخلينا 10. لو بيبعد لك من ناحية الإكس بيبعد لك المسافة دي، ماية السيل بيدنج، مسافة كل زرار من التاني من ناحية الإكس. ونفس الفكرة عند الواي، لو كترنا مثلا زرار كده وجينا هنا وغيرنا الواي، لا بتتغير برضه. تمام، شوف اللي بعده. السيل سايز، كل حاجة جوه هنا بتبقى عبارة عن سيل. فهنا بيقول لك سيل بادنج المسافة، وسيل سايز اللي هو عبارة عن السايز بتاع البطن. فهنا هنعملها 15%، يعني 15 من 10 في حجم الشاشة. لو بتعمل منيو لازم، او مفضل يعني انت تعملها بالسكيل عشان لو خليتها اوفست، لو حجم الشاشة كبير هيبقى شكلها مش حلو. فانا دايما بعملها بالسكيل. فلو غيرنا مثلا خلينا 0.1، عندنا دي الاكس، والواي عاملها ب0.3 عشان تبقى الشكل في النهاية بتاعنا يعني عامل كده. وي تاني هعمل هنا الفيل دايركشن هوريزونتال، فلو جيت غيرتها هنا هنعملها السنتر، لو خليها مثلا ليفت بيجيب لك ناحية الليفت هنا. سنتر فيرتيكال الاينمنت اللي هو بالطول، بخليها دايما توب، مش لا عايز تخليها سنتر براحتك. كده يعتبر خلصنا الخصايص. يعني نشرح بقى نبدأ. لسه عندنا صح الافاتار. انا عامل الافاتار عبارة عن، لو جيت نضيف هتلاقي عندك حاجة اسمها ايمج ليبل، تقدر تضيف فيها ايمج. ولو جينا هنا نشوف الخصائص بتاعتها، الانكور بوينت نص عشان تبقى في النص دايما، واللون عادي، والبوزيشن بتاعها ممكن تخليها دايما صفر عشان دايما تبقى طالعة في منتصف آخر الشمال، عشان عارفين دايما إن لما تكون دايما البوزيشن بصفر صفر، يعني معناتها إن هي بتيجي في أول الشاشة من ناحية الشمال فوق. خلصنا البوزيشن، والسايز هو ده السايز بتاعها لو حد عايز يعمله يعني. تت
طبعا احنا مش شايفين دلوقتي ايمج جواها. يعني لو جبنا مثلا، لو جينا دخلنا كده اللعبة وناخد الايمج بتاع اللاعب، نيجي هنا عند البلاير جي اي، انفنتوري، جينا بحثنا عن الايمج، لقينا رابط الايمج، لو خدناها كده وجينا حطيناها هنا، لا ظهرت معانا، بس انا بخلي السكريبت يجيبها بنفسه ويحطها. خلينا عند اي ستروك، لو حد هيشوف الارقام، ده الرقم بتاعه 1، والكورن بوينت 50، كله بوينت 50، لا دي 12. ماشي، لو حد عايز يشوف بس الخصائص بتاعتها اهي. فخلينا نبدأ في أول سكريبت من فوق هنا، اد ويبن. هنا بنستدعي ار اس اللي هو ريبليكيت ستورج، بنستدعي خاصية عشان نقدر نجيب كل الحاجات اللي جواها هنا. وجايبين الريموت بتاعنا، عملت هنا ريموت ايفنت. هنشرح الريموت ايفنت ان شاء الله الفيديو اللي جاي على طول هنشرحه بالظبط. بس خلينا دلوقتي نفهم حاجة بس عن الريموت ايفنت. الريموت ايفنت أول ما تعمل له فاير بيبعت للسيرفر أو للكلاينت على حسب انت عملت له ايه. يعني باختصار بس تلاقي هنا عندنا، لو جينا نشوف الريموت بيقول له ان سيرفر ايفنت كونكت. يعني هنا بنستدعي ايفنت اول ما نقول له، اول ما يعني مثلا عندنا كلاينت، هنفهم منين جبناها منين. دي هنا لو جينا انا عامل هنا سكريبت، لو تسجيل يعمل لنا ريموت دوت فاير سيرفر، بيعمل لنا فاير السيرفر نفسه. يعني يقول للسيرفر انا بتست، انا في عندي ايفنت. دي بس مفهوم بسيط لحد ما يشرح الريموت ايفنت باختصار، هي او ريموت فانكشن. كده احنا كل اللي عملناه هنا ان احنا ارسلنا طلب للسيرفر، نقول له ان انا دوست، او ما قلتوش ان انا دوست، يعني قلت ان في ايفنت حصل. فهنا السيرفر بيقول لك ايه، السيرفر بيقول لك اول ما يحصل حدث اعمل له كونكت فانكشن. وهنا بيديك مع الفانكشن دايما بيديك بلاير، يعني بيديك اللاعب اللي هو ارسل لك الايفنت. وهنا مش لازم نشوف دي بداية، هنركز فيها بعدين. خلينا نكمل لفوق. هنا بنستدعي الويبن فولدر. لو جينا نشوف هنا عندنا في سي جيم سيرفر ستورج ويبونز، فنيجي نشوف هنا هتلاقي هنا سيرفر ستورج ويبونز. هنا انت بتحط كل الاسلحه. يعني انت مثلا عامل لعبه وعندك كذا سلاح، لازم تحطهم هنا عشان تقدر تستدعيهم بعدين في المنيو. لو جينا نشوف الاسلحه دي، دي الاسلحه اللي بتضاف معانا اهي. نرجع تاني وبنستدعي بلايرز، ممكن تمسحها. هنا بنعمل فيك داتا في المنيو. لما بتعمل منيو مع لعبه كبيره بيبقى عندك حاجه اسمها داتا ستورج، او مكان بتحفظ فيه كل بيانات اللعيبه. بس يعني لسه ما شرحناش، فهنعمل دلوقتي حاجه زي شبهها بالظبط لحد ما نشرحها برضو. هنا بنقول له اعمل له تيبل، بنحط فيه اللاعبين، بنحط فيه البيانات بتاعتهم. لو مثلا لاعب معاه سلاح ليفله كام وكذا. احنا بس عاملين هنا بيانات بسيطة، كاتبين له الأسلحة اللي معاه، والرقم ده رقم الاي دي بتاع الحساب بتاعي، وحاطين في الأسلحة. وهنا الديسبلاي نيم، ممكن تحط جوه الأسلحة مثلا لو حبيت تعرض اسم السلاح ايه، و إيه ليفل السلاح والسكيلات بتاعته كده، بتحط بياناته هنا. فلو جينا هنا بنشوفه يعمل ايه، بنقول له ويبون بنجيب السلاح من ويبن فولدر، فايند فيرست شال البوتون نيم. خلينا نشوف بقى ايه هي البوتون نيم. هعمل هنا سكريبت في سيرفر سكريبت سيرفيس، هعمل سكريبت جديد او نخليها في اسمه انفنتوري. التسمية دي طبعا راجعة لك. هنا بستدعي اللاعبين وبعمل فيك داتا، هي نفس الفيك داتا اللي هنا، دي بتكون هي بالظبط. بيحصل لك مشاكل، عمل نفس الفيك داتا. هو هنشرح دلوقتي لو غيرت فيك داتا من هنا وهنا ايه اللي هيحصل لك. بس خلينا نكمل الثانية برضه الار اس والبوتون بيز بوتون. البيز بوتون دي عندنا فين؟ بنشوفها هنا. اللي عندك البيز بوتون جوه الريبليكيت ستورج اسمها بيز. هو السكريبت بسيط، بس لو ركزت فيه شويه هتلاقي ان فعلا هو السكريبت كلها بسيطه. لو جينا جبنا البيس بوتون عندي اتنين، فجينا نجيب الاتنين ونشرحهم واحده واحده. هنا عندي البيس بوتون بيعمل ايه. انت عملت كذا بوتون، البيس بوتون دي يعني كل ما معاك سلاح، مثلا معاك سلاح ايكي، فبيعمل بيس بوتون هنا بيعمل لك سلاح جديد، بيعمل لك ديفولت او حاجه افتراضيه للزرار. يعني انت هنا بتغير حجم الزرار على اساس انت عايزه، مثلا عايز تغير لونه. يعني نكتر كلام كتير، خلينا نخش نشوف على طول. هو ده البيس بوتون، بص شايف كده. لو سألت ليه دي فيها صورة،
فهنا السلاح ده ما عندناش صورة فبنعمل له بيس بوتون. لو السلاح عنده صورة بنعمل له بوتون ايمج. بوتون ايمج لسه مساحة هنا دلوقتي، هي دي ثانية تت بيس بوتون دي. لو السلاح فيه صورة بيضيف لك الصورة جوه وبيجيب لك البيس بوتون، مش اللي بيجيب لك البيز العادية. كمل في السكريبت وهنفهمه. وبيستدعي ريموت برضه، بيستدعي برضه الويب فولدر. هنا بلايرز دوت ادد كونكت. أول ما يحصل إن لاعب يخش هنا دايما بيتيك في الفانكشن اللاعب اللي دخل. ولو بلاير الكاركتر بتاعه ادد يعني الكاركتر بتاعه اتضافت جوه اللعبة زي كده، بقت موديل جوه اللعبة، بيعمل فانكشن يعني بيعمل حدث لحد ما تخش. وبيمرر لك مع الكاركتر اللي هو بيبقى عبارة عن موديل هنا. بيجيب لك البلاير جي اي من البلاير. خلينا نخش جوه. هنا شفنا بيقول لك بلاير جي اي بلاير فايند فيرست ستايل بلاير جي اي. ده هو داخل كده واللاعب هنا وداخل على بلاير جي اي كده. شوف عمل ايه تاني، يساعدي بس. بيقول لك لو البلاير جي اي مش موجود بيطبع لك ان مش ان الجي اي هنا عندك مش موجود. دي حاجة زي زيادة تأكيد أمان، يعني لو اللاعب محملش أو في حاجة غلط في اللعبة بيوقف الكود. inventory screen player GUI to find first child inventory. هنا بيجيب لك دي كده. كمل مع كود. وهنا بيقول لك لو مش موجودة يوقف الكود برضه. المين فريم inventory screen find first child main screen اللي هي دي. السكرول فريم اللي هي دي. بيقول لك if big data player user GUI ID. هنا بيجيب لك الاي دي بتاع اليوزر. لو الاي دي بتاع اليوزر موجود جوه الفيك داتا هنا يعني عندنا ليه بيانات مسبقا. بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك فور لوب ويبون نيم ويبون داتا ان اي بيرز فيك داتا توت يوزر اي دي. دي شرحناها في التيبل ان هو بيعمل لك لوب هنا عشان يجيب لك كل حاجه هنا، يجيب لك كل الحاجات دي. هنا الويبون ويبون نيم عباره عن ده، ويبون داتا عباره عن الحاجه اللي جوه هنا. عندنا هنا الويبون. لو تسأل يعني مثلا ايه دي زي بعرف نفسي ان الويبون ده عباره عن طول، فممكن ما تكتبهاش لو انت عايزها، بس انا بعرف نفسي بس. هنا بيجيب لك الويبون فولدر اللي هو ده اللي هو عندنا موجود هنا، بس عشان في اللعبه بره اللعبه فمش هقدر اشوفها، فخلينا نشرحها. هنا بيخش لك جوه الويبن فولدر اللي هو هنا، وبيجيب لك اسم السلاح اللي هو عبارة عن ويبن نيم اللي قلنا هو ده. ولو الويبن موجود يعني لو لقى السلاح ده فعلا جوه الويبنز فولدر بيعمل لك ريموت ايفنت فاير كلاينت بلاير ويبن نيم، بعت لك شوية بيانات. فايه الريموت ايفنت دي بتحصل فين؟ نروح عند هنا نشوف بقى، نشرح السكريبت اللي بعده اللي هو ده. نستدعي نفس الحاجات. مش لازم تكتب دي يعني لو شلتها مش هيحصل لك ايرور، بس انا عشان بعرف نفسي. هنا بيعمل لك ريموت اون كلاينت ايفنت. اول ما يحصل ايفنت للكلاينت او اول ما يحصل استدعاء للكلاينت اللي هو عملناه هنا في فاير كلاينت، كده معناها ان هو حصل ايفنت للكلاينت. يعمل لك فانكشن بياخد منك على حسب البيانات اللي مرتها. احنا مررنا هنا كام بيانات؟ 1 2 3. فهو ياخد مننا هنا 1 2 3. بوتون نيم اللي احنا مررنا هنا عبارة عن بوتون نيم اللي هي هنا دي كده، بس اعتبره ده مثال. خدنا الفاير سور وبعتناه، ويبعت لك بوتون داتا ديسبلاي نيم اللي هو عبارة عن اللي هو ده البوتون تكست. وناقص لنا بوتون ايمج. دي معناها السكريبت ده معناه بص، لو الويب تكستشر اي دي لو هنا كده دخلنا هنا تكستشر اي دي هو ده، يعني في اي تول هتلاقي عندك تكستشر اي دي. لو التكستشر اي دي مش فاضي يعني مش كده، يعني عندنا صورة جوه السلاح بيبعت لك الصورة بتاعت السلاح هنا. لو معناها عندي دي يبعت لي التكستشر اي دي اللي هو عبارة عندنا هيبقى ده. لو مش موجود يبعت لي نون. هنفهم ايه فايدة نون دي، بس دي فايدة سكريبت. لو عندك تكستشر اي دي يبعت لي التكستشر اي دي، ولو مفيش يبعت لي نون. فلو جينا بصينا بيقول لك بوتون نيم، هنا بيعمل بوتون جديد. شوف بقى لو بوتن ايمج مش بتساوي نون، يعني في عندنا تكشر اي دي عندنا صورة للسلاح، بيعمل لك سلاح بيعمل لك نيو بوتن بيس بوتن دوت كلون. بيعمل لك نسخة، لازم تعمل نسخة عشان لو عملت لو جبت البيس بوتن ذات نفسها وخرجتها بره كده مش هتقدر تعمل أسلحة كتير. يعني بس عملناه كده وشن الكلون دي كده، شفت ما عملناش أسلحة كتير عشان هو عملها مرة واحدة بس. لازم تحطها كلون عشان يقدر يعملها كذا مرة.
ونحط النيو بوتون دوت ايمج اللي هي عندنا دي. لو جينا هنا بصينا ايمج، او خلينا نبص هنا كده على الفريم، نعمل بوتون ايمج، ايمج بوتون. لو جينا على الايمج فبيجي عند الايمج هنا اللي هو ده، بيحط لك صورة اللي هي الصورة بتاعت السلاح. لو جينا هنا مثلا بصينا على السلاح، يجيب أي صورة من أي سلاح. وحطيناها هنا في الايمج. تلاقي ضاف لك صورة السلاح. فادي البيس بوتون بقى. بص مثلا لو جيت هنا، بص خدنا دي كده، تلاقي بص ان الخلفية عندنا هنا الخلفية دي فادي البيس بوتون. انت بتعمل بوتون افتراضي عشان تقدر تضيف عليه، تعدل عليه براحتك وتضيف بس الصورة. يعني بس تكون فكرة وصلت، عشان بحاول اشرح على قد والله. نكمل. هتلاقي لو ما فيش صورة، يعني لو البعت هنا عندنا نون ما فيش صورة في السلاح، بيعمل لك البوتون العادي اللي هو من غير ايمج بوتون اللي هو عندنا ده، ويحط لك فيه التكست. يعني هو جبنا كده، انا بقول لك ببساطة هو اللي بيعمله، بيجيب كده بيس بوتون، بيجي عند التكست هنا ويحط لك اسم سلاح فاير سورد مثلا. هو ده اللي بيعمله. وهنا بيخلي لك البوتون نيم اللي هو الاسم بتاع البوتون كده، اللي هو الاسم ده اسم غير التكست، التكست اللي بيظهر على الشاشة والنيم اللي هو هنا. وبيخلي لك البيرنت بتاعته اللي هو كأنه ماسك كده ده، وحطه جوه السكرول فيه. يا رب السكريبت هيكون يتفهم، هيفهم اكتر برضه لما نشرح الريموت ايفنت كله. كده خلصنا السكريبت ده. خلصنا السكريبت ده. ف3 سكريبتات هنا بيجيب لك اللي بيحط لك جوه كل لاعب بيانات. تأكد إن اللاعب معاه بيانات. لو اللاعب بياناته موجودة فعلا بيبعت لك ريموت ايفنت، بيسمع هنا، يجيب لك كل الزراير اللي في الأسلحة. مثلا عندك 3 أسلحة، الأربع أسلحة دول بيبعت لك 4 مرات للكلاينت هنا. فالكلاينت هنا بيعمل 4 زراير وبيحطهم جوه السكرول فريم. الاد ويبون. ايه بقى الاد ويبون السكريبت اللي عندنا ده اللي احنا مش عارفين ايه لازمته؟ فلو جينا هنا شوف عندنا جوه البيس بوتون بنحط جواها لوكال سكريبت، فهي برضه البيس بوتون احنا بنعمل جواه سكريبت. فلو جينا جوه اي سكريبت، الاتنين شبه بعض، هما نفس السكريبت. هنا بيجيب لك البوتون اللي هو البيرنت اللي هو ده، بيجيب لك ريموت دايما نفس الريموت اللي هو عندنا هنا. يعمل لك بوتون دوت ماوس كليك، اول ما تدوس على البوتون بيعمل لك فانكشن. يعمل لك فانكشن يعمل فيها ايه بقى؟ ريموت دوت فاير سيرفر بوتون دوت نيم، بيعمل لك حدث بيبعته للسيرفر. الحدث ده بيبعته نستقبله فين؟ نستقبله هنا. فلو نشوف الحدث بيبعت لك البلاير دايما اللي هو اللي بعت الحدث اللي هو من هنا، ويبعت لك البوتون نيم اللي هو بعتناه هنا، اللي هو بيبعت لك بوتون نيم. هو مثلا عندنا بوتون نيم هنا دلوقتي بيس، بوتون نيم عندنا اللي هو ده بيس. هنا بيجيب لك الويبن فولدر، بيتحقق ان احنا عندنا هنا اسم الزرار بيبقى ايه. لو جينا شفنا اسم الزرار هو ايه، اسم الزرار يبقى على حسب بوتون نيم. ايه البوتون نيم؟ البوتون نيم اللي احنا بنبعته هنا ويبن نيم اللي هو عبارة عن ده، هو ده. فلو جينا شفنا هنا بيجيب لك فاين فيرست ستايل، فاين فيرست تشايلد، البوتون نيم اللي هو مثلا عند مثال هيبقى كده. فبيتحقق ان الفاير سورد ده فعلا موجود هنا. لو مش موجود بيقول لك نوت فاوند. بيتحقق ان اللاعب معاه فعلا السلاح ده. if not يعني لو اللاعب مش موجود معاه السلاح، هنا في داتا بلاير يوزر اي دي اللي هو ده، بوتون نيم اللي هو هيبقى هنا. لو مش معاك السلاح ده، هنا بيقول لك the player is trying to obtain a weapon زي they don't not have، وبيطلع لك اسم سلاح. بيقول لك هنا ان اللاعب بيحاول ياخد سلاح مش معاه. هنا زيادة تأكيد يعني عشان في هاكر حاول ياخد منك السلاح، يجيب سلاح مش معاه. بعد ما خلص هنا التأكيد if player backpack، لو جينا شفنا هنا كده player backpack دي، لو دخلنا هنا كده دي البلاير باك باك. لو كنا ضفنا مثلا سلاح تلاقيه ضاف معاك هنا السلاح.
فهنا بيتحقق ان السلاح اصلا مش موجود معاك، مش موجود اصلا معاك في اللعب ذات نفسه، مش معاك دلوقتي. لو معاك هنا if player dot backpack، لو لقى السلاح or player character find potential، دي لو مثلا انت هنا في بلاير باك معاك التول، بس لو جينا هنا في الموديل او الكاركتر بتاع اللاعب مش معاك التول. لو جينا مثلا دوسنا التول هنا هتلاقي ظهر لك التول هنا جوه اللعب. فهنا بيتحقق مرتين، مرة لو معاه السلاح في الباك باك، ومرة لو معاه السلاح في الموديل. لو معاه فعلا هنا بيقول لك the player already has، أو اللاعب معاه في السلاح فعلا. من هنا دايما بنرجع ريتيرن عشان يوقف الكود. لو كل التحقق دي عدت سليمة، فهنا بنضيف السلاح في البلاير باك لو نضيف نفس السلاح مع اللاعب. وهنا دايما لازم تعمل لك كلون، عشان لو ضفت اللاعب كأنك مسكت السلاح ده وطلعته بره، احنا عايزين ناخد كلون نسخة منه. هنا تقريبا خلصنا كل السكريبتات. احنا كل اللي عملناه شغل معانا زي الفل. بص مهما تحاول شغل. لو شلنا مثلا التحقق ده كده، لو بيتحقق ان اللاعب معاه في البلاير هنا، فلو جيت مثلا دخلنا كده او تضيف سلاح يقول لك ان اللاعب فعلا السلاح. بس لو مسكنا السلاح ده هتشوف ان احنا ممكن نضيف منه كتير، عشان هو السلاح هنا معانا في الموديل. فاحنا عشان كده ضايفين التحقق ده. دي كل السكريبتات، هبسيبها لكم بالوصف ان شاء الله كل السكريبتات دي. يا رب بس تكون فهمت الفكرة، أو مش فاهم حاجة قول لي تحت وأنا بشرحها لك تاني. وعندنا آخر سكريبت اللي هو الكلوز وأوبن، اللي هو الزرار ده. خلينا نشوف بيعمل ايه. نشوف بس الخصائص بتاعته عشان حد عايز يعملها. الأنكر بوينت مش حاططها زيرو عادي، مش شرط هنا تحطها، لو عايز تحطها بوينت واحد براحتك، بس عشان مظبطها دي. دي الألوان، البوزيشن ده البوزيشن بتاعها. السايز هنا عندنا هتلاقيها مديك علامة مثلث أحمر، هنعرفك دلوقتي ليه. السايز كونستراكت خليها اكس واي، دي بانت التكست لو حد عايزها. لقينا بقى الأخ ده مدينا مثلث بينور، مش عاملين دي. لو شلناها دي كده نشوف السايز، لا بقت عادي. دي فايدتها السايز كونسترينت. لو جينا شفناها هنا بيعمل لك أقصى حجم، يعني هنا بيحدد لك الحجم، بيجيب لك أقصى حجم أصغر حجم، يعني بيحدد لك أصغر حجم أكبر حجم يقدر البوتن يعمل ما بينهم. ده أقصى حجم اللي هو 150. كنا كبرنا هنا خلينا 200. ده أقصى حجم يقدر يوصل له، عشان لو عملناها كده مثلا يقدر يكبر أقصى حجم. أما لو خلينا مثلا هنا 500، جيت تكبر تلاقيه بيكبر معاك لحد ما يوصل 500. ممكن تعملها بسايز، ممكن ما تعملش، دي براحتك. أنا عاملها بس كشكل. هنشوف السكريبت. هنا بنستدعي البوتون اللي هو عندنا ده، بنستدعي مين فريم اللي هو سكريبت دوت بيرنت يعني ده البيرنت دوت بيرنت، وجبنا المين فريم والسكرول فريم اللي هو جاي في المين فريم، والافاتار وسادة تون سيرفيس والاوريجينال سايز اللي هو عندنا ده، ونجيب الماكس سايز بتاعه. كان بريس نقدر ندوس الزرار، والتوين دوريشن والتون انفو. السكريبت ده باختصار بسيط بيعمل لك ايه؟ بيعمل الشكل هو ما بتفتح بيكبر حجمه ويظهر حسب انت بتفتح ولا بتقفل كده، وبيظهر لك معاه وبيفتح ده، بيظهر وبيقفل المنيو. احنا بقى نتعلم ازاي نعمل دي. طبعا الحركة دي بتتعمل بالتوين. توجل بوينت بيفتح الفانكشن الأساسية بتاعت ممكن الفانكشن الأساسية ممكن تسميها أي اسم براحتك. if not can press، لو البريس هنا بترو فولس، يعني ما يقدرش يدوس على الزرار يخرج بره الفانكشن. ولو يقدر يدوس يعني هي بترو بيخليها فولس، عشان ما يقدرش يدوس من ورا بعض، ما يقدرش يعمل سبام، دي عشان بنمنع السبام. if main frame not visible بترو، يعني لو دي هنا عندنا انت لازم طبعا تخلي دي كده عشان أول ما يخش اللعب تكون عنده مخفية. لو الفيزيبل بترو يعني دي بترو، هنا عندنا احنا مش بترو، فخلينا نشوف لو مش بترو. لو مش بترو بيخليك الفيزيبل هنا بترو، يعني بيظهرها لك. وبيظهر المين فريم، بس بيخلي المين فريم
باك جراوند ترانسميرتي بواحد، يعني هو عامل هنا كده قد كده، والترانسميرتي خليها لنا واحد عشان يعمل الشكل اللي هو بيخفيها بالراحة وبيظهر بشكل سموث. فبيخليك الباك جراوند الترانسميرتي بواحد، هو بيعمل لك الافاتار فيزيبل، يعني هو بيعمل فيزيبل لكل حاجة هنا بتروح عشان يظهرهم كلهم. السايز توين بيعمل لها توين كرييت توين، بيعمل توين الايه، بيعمل توين للسايز كونستراكت. لو مش فاهم التوين ارجع لحلقة التوين. التوين انفو اللي عندنا ده بيعمل لنا انفو توين دايركشن، بياخد مدة دي لحد ما يخلص التوين، وبيعمل لنا الديوريشن ستايل والدايركشن ستايل. فيد ان بنعمل اتنين توين، التوين دي اللي بتخفي والتوين بتاعت الحجم. لو جينا شفنا هنا هتلاقي عندك اتنين توين، توين اللي هو بيغير الحجم بتاع الزرار، وتوين الفيد ان اللي هو بيخفي وبيظهر المنيو. عملنا اتنين توين، عشان نبقى التوين لازم نكتب بلاي، فاحنا بنعمل بلاي الأول للسايز وبنعمل بلاي للفيد ان. هنا بنقول له الفيد ان دوت كومبليت فانكشن من دي فانكشن، يعني أول ما يخلص الفيد ان أول ما يظهر، يعني جينا شفنا هنا الفيد ان هنا لسه ما خلص، لو دوسنا هنا كده الفيد ان خلص. لو خلص الفيد ان يعمل لك كان بريس بترو، يعني أول ما يخلص الفيد ان أو ظهر المنيو يقدر يدوس ترو تاني. طب لو هي عندنا أصلا في فيزيبل، يعني لو اللعب فعلا كان فاتح قبليها المنيو، فبيعمل لك الفيزيبل دوس كرول فريم بفولس، عشان هنا بيخفي، هنا بيظهر لو هنا عندك مش مفتوحة بيفتحها لك، ولو عندك لو مفتوحة بيقفلها لك. فمن هنا احنا هنا بنعكس، هنا بنعمل سكرول فريم، هنا كنا عاملاها ترو هنا عاملاها فولس، هنا كنا عاملاها الافاتار ايمج فيزيبل ترو عملناها فولس. بنعمل برضو اتنين في نفس الحاجة، لسه هما نفس الحاجة بالظبط، وبنعمل هنا بلاي نفس الحاجة. هنا بنقول له لما يعمل ستارت كومبليت تعمل لي هنا من فين كنا عاملينها ترو عملناها فولس، هنا عملناها فولس. لو جبنا هنا حطيناها كده هو هيشتغل، بس لو بص بص مش بيعمل فيد ان، مش بيعمل فيد ان اخفاء ليها بطريقه زي ما بتظهر، بص بس بتظهر بسموث، هنا مش بتظهر، هنا بتختفي على طول. هنا بنقول له بيعمل لنا فيزيبل بفولس بعد ما يخلص الفيد ان. لو جيت هنا بصيت عند الجول بتاع التوين هما الاتنين هو نفس الحاجه، فهنشرح على حاجه واحده. هنا بيعمل تون انفو، هنا بتديله الجول واللي هو ماكس سايز. لو جينا هنا كده الماكس سايز بتاعنا هنا بيعمل لنا توين عليه، يعني توين يعني صفر وبعد كده بيخليك واحد، بيعملها لك سموز يعني بيعملها لك تدريجيا. هنا الماكس سايز عندنا بياخد هنا الفاليو بتاعته بفيكتور 2 عشان عندنا خانتين بياخد هنا فيكتور 2، بيحط له الماكس سايز اللي هو الواي عندنا هتبقى 150، والاوريجينال سايز اللي هو عندنا ايه دوت واي. احنا هنا استدعينا الاوريجينال سايز عشان نبقى عارفين القيمة بتاعتها الأصلية للأوريجينال سايز. الماكس سايز دي بتساوي 150 و50، هنا بيقول له دوت واي يعني خلينا 50، ممكن تخلي 50 50 هنا، بس ده نوع من التنظيم يعني. وعندك تاني حاجة هنا بيعمل لك مين فريم باك جراوند ترانسبيرنتي، بيعمل لك تدريج في الترانسبيرنتي بتاعها، يعني مثلا دي بقت صفر بيعمل لك بعد كده بوينت واحد وكده. كده ما يصنعش غير السكريبت بتاع الافاتار. فلو جينا نخش على الافاتار ونشوف السكريبت بتاعه، هنا السكريبت بتاعه بسيط، بيعمل لك بلاير، بيجيب لك البلايرز، نجيب البلاير كلهم، نجيب البلاير اللوكال بلاير اللي هو بيجيب اللاعب بتاعنا، اللوكال بلاير ده بيجيب لك اللاعب المحلي بتاعك اللي هو اللي انت اللي هو انت. ايمج ليبل اللي هو بسكريبت البيرنت اللي هو ده. thumbnail is ready، is ready دي معناها هنا يجيب لك thumbnail is ready اللي هو جاب لك فعلا صورة لصورة، ف is ready هنا عندها تبقى بترو. الثامبنيل هنا بيضيف لك فيها الصورة ذات نفسها اللي هي الايمج، لو شفنا الايمج هيديك الثامبنيل ذات نفسه. هنا عشان تجيب الصورة بتاعت اللاعب تكتب بلايرز ولا الدالة بتاعت البلايرز كلهم. هنا بيجيب البلايرز بيجيب منها نقطتين، get user thumbnail async اللي هو بيعملها لك يقدر يكمل كود زي ما شرحنا، لو انت كان كود بيكمل غير ما يقف. get user thumbnail بيجيب لك هنا لو تشوف
تيجي نشوف هنا بياخد مننا ايه في الدالة دي. ياخد من اليوزر اي دي، ياخد thumbnail types، enum thumbnail type وthumbnail size. فهنا بنديله اليوزر اي دي بتاعنا اللي هو اللاعب بتاعنا، بنديله اليوزر بتاعنا. وهنا بيقول لك نوع الصورة، هيت شوت ولا افاتار ولا افاتار ثامبنيل. هنجربهم دلوقتي. هنا بيقول لك حجم الصورة، هنا عندنا الحجم، تشوف الحجم، كل الاحجام دي براحتك. انا هعمل هيت شوت بيجيب لك الراس بس. لو خلينا مثلا افاتار باست، شوف ايه الافاتار باست دي. لانه بيجيب لك اللاعب بالحجم ده. ده شكل اللاعب دلوقتي. دي اشكال للصورة، افاتار ثامبنيل، شوف دي. هنا بيجيب لك الحجم بقى كله. دي نوع يعني من الاشكال، فالهيت شوت احلى، احسن واحدة فيهم. فبس كده، شكرا على المشاهدة. كده نكون خلصنا. تقدر طبعا نطور الشكل، ممكن نطوره وبعد كده بعدين ممكن نعمل بيانات أصلية، داتا ستور، لاعب يخش يضيف بيانات وكده كأنك تعمل لعبة حقيقية. وبقولوا لو عايزين نغير، نعمل فيديو تاني نغير الشكل، لو عندك أفكار ممكن نعملها في المنيو ده، ممكن نطوره وبعدين. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.